ده كابتن ابراهيم المشهور بكاماتشو، كابتن جيم وصاحب محتوى على الميديا، مات اول امبارح الله يرحمه. موته مش موته عاديه، موته لازم نحكي تفاصيل. ابراهيم كان حلمه ان هو يشتري عربيه معينه، بالفعل جمع الفلوس دي وراح يشتري العربيه وحقق حلمه. مع اول خروجه بالعربيه عمل حادثه ومات. ده يعلمنا حاجه مهمه جدا، ان حلمك اللي انت بتحلم بيه طول عمرك ممكن ربنا يكون منعه عنك عشان هو شر ليك، ممكن ربنا يكون مأخره عليك عشان لو جالك دلوقتي هيكون وبال عليك، والعكس صحيح، ممكن الحاجة اللي انت شايفها شر تكون خير ليك. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وانا مش بقول لك بطل تحلم او تدعي بتحقيق حلم، او ان اي حد هيحقق حلمه ده معناها شر. انا بقول لك احلم وادعي واسعى لتحقيق حلمك، لكن لو ما جاش ارضى بقضاء الله، لان قضاء الله لكل مؤمن خير باذن الله تعالى. عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير. بالنسبة لكابتن إبراهيم نحتسبه بإذن الله عند الله من الشهداء. الله يرحمك يا إبراهيم ويغفر إليك، ويا ريت تدعوا له. انت كبنت منتقبة ربنا اكرمك بالنقاب، بتصوري لنا نفسك في الجيم ليه؟ انت بتشيلي حديد وانت بتجري وانت بتتنططي وانت بتتشقلبي ليه؟ تبقي شبه الراجل وطواط، بجد مش حلو خالص. لا، ونازله جيم وباللي بيدربك راجل ومعاكي ولاد جيم مختلط ونازله وسطهم. نقاب ستر، الحجاب ستر، فانت بتعرضي نفسك قدام الناس، مش حلو وطريقه مش لطيفه. واحنا عايزين نبين للناس ان الدين مش خنقه، بس المفترض يكون مش بالمعصية. دي معصية وده مش حاجة كويسة. زيلي جيم مع نفسك من غير ما يكون جيم مختلط، بعيد عن الولاد، وما تصوريش نفسك لينا، احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي. مع السلامة. يا شيخ ايه تعليقك على موضوع شاكر؟ شاكر من ناحية المحتوى من الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. يعني كان بيطلع مع متبرجات وجولات وحاجات هزلية، وده المحتوى السيء. انا اتكلمت عن المخالفات الشرعية دي من زمان ايام ما هو كان شغال. في نفس الوقت كان بيدعم ناس محتاجين، وده المحتوى الصالح. اما بقى بالنسبة لقضيته فاحنا ملناش نتكلم عليها. النيابة وجهت له اتهامات والقضاء هو اللي يفصل في الموضوع ده. في النهاية المتهم بريء حتى تثبت ادانته. وانا عن نفسي ما اتمناش الشر لحد ابدا، اتمنى ان ربنا يهدي شاكر هو واللي معاه، وان يتفك اسرهم ويخرجوا وربنا يصلح على ايديهم. لا شك ان الناس دول كان ليهم تأثير قوي. اتمنى في الفترة المقبلة يبقى في الخير ويكون في مصلحة الدين وفي مصلحة البلد. واذا كان حد منتظر مني ان انا هاجم شاكر او حد تاني من اللي معاه، فانا يعني اجد حرج ان انا هاجم حد بين 4 حيطان عاجز انه يرد عليا. انا اعتقد ان انا اخلاقي احسن من كده، وانا اصلا مش من طبعي ان انا هاجم اشخاص ابدا. وده باختصار تعليقي في موضوع شاكر. ربنا يصلح الحال يا رب.